وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده هنعمل مع بعض وجبه جميله جدا، وجبه سمك. هنعمل صينيه سمك مكاريل في الفرن. طبعا انا قلت لكم قبل كده، عملت معاكم السمك المشوي المكاريل قبل كده، وقلت لكم فوائده ان هو فيه اوميجا 3 اللي هي بتنشط الذاكره، ومغذي جدا للكبار والاطفال. يعني السمك يا جماعه ده وقته في الشتاء، ان يعني اكتر حاجه ان انتوا تعملوها اكتر وجباتكم لازم تخلوا وجبه او اتنين في الاسبوع على الاقل تكون سمك. لان السمك في الشتاء بيبقى جميل جدا وطازه، وما ما بيتعبش قوي زي ما بيكون في الصيف. بيبقى فيه في الصيف شويه بيبقى ساعات يعمل حرقان على الصدر وكده، لكن في الشتاء بيكون اكله جميل جدا. فانا معايا سمك مكاريل انا قطعته. طبعا قلت لكم طبعا ان انا بنجيب السمك لازم يكون طازه، ويكون السمكه بيضه كده، بطنها بيضه، وتغسليها كويس جدا بالملح والخل والليمون، وبعد كده تصفيها. وقطعتها كده طبعا عشان ما نطولش عليكم الفيديو، قطعتها كده طرنشات زي ما انتم شايفين كده. تمام. معانا بقى كمان ايه اللي هنعمله مع السمك. الحاجات اللي احنا هنعملها معانا 3 طماطمات كده متقطعين قطع صغيره زي السلطه. معانا نص كوبايه عصير ليمون اساسي طبعا، زي ما قلت لكم عصير الليمون في اي سمك مقلي مشوي صينيه طاجن لازم الليمون يا جماعه. اهم حاجه الليمون. معانا كمان شويه كزبره، كام عود كزبره كده تقطعيهم ناعم برده كده زي ما انتم شايفين. معانا الخلطه يا جماعه دي باقيه من السمك المشوي اللي انا كنت عاملاه معاكم. بعمل بزياده شويه واتبل السمك منها. وبعد كده بشيلها في كيس في الفريزر او في علبه، واحتاجها الوقت تاني اكون هعمل سمك تبقى جاهزه معايا على طول. عباره عن ايه التتبيله دي؟ عباره عن توم وفلفل احمر وليمون وملح وكمون وشويه كزبره ناشفه كده، يعني هنزود بس عليهم شويه عصير ليمون. ومعنا كمان شرايح فلفل حامي مع شرايح فلفل رومي. تمام كده. معانا بقى الاساسي كمان طول ما البصل الاخضر موجود يا جماعه، عندنا في الشتاء برده بيبقى موجود. جايبه 3 بصلات خضر، دول اللي هستعملهم في صينيه السمك اللي انا هعملها. ممكن نستعمل بصل عادي، لكن البصل الاخضر طول ما هو موجود نستخدمه في الصواني بتاعت السمك او الطواجن، علشان البصل برده الاخضر ده ليه فوائد جامده جدا جدا. اهم حاجه فيه ان هو بيقوي عضله القلب، ودي اهم حاجه طبعا. فلازم نستخدم البصل الاخضر ده على قد ما نقدر. طبعا في ناس ما بتعرفش تاكله، ما بتحبش تاكله يعني كده، نستخدمه بقى في الايه، في الطواجن والصواني بتاعت السمك. معانا كمان شرايح ليمون، دي هحطها على وش الصينيه بتاعت السمك. تمام كده. نبدا بقى نصلي على سيدنا محمد ونعمل الخلطه اللي احنا هنحطها في قلب الصينيه. نجيب بوله بقى عشان نحط فيها نخلط فيها الحاجات المكونات دي مع بعض. هنحط الطماطم اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده. ومعانا كمان الكزبره الخضراء دي بقى، غير انها مفيده كمان بتدي ريحه وشمخه جميله جدا لصينيه السمك. تمام كده. ومعانا الفلفل الاخضر، الشرايح ده حامي على بارد. اللي مش عايز حامي براحتك خالص، ممكن تحطي بارد بس. كده تمام. هناخد بقى الفلفل. هناخد طبعا، انا ما رضيتش اقطع ما رضيتش يعني اعمل الخلطه دي. انا قبل بوريها لكم لازم اوريكم طبعا بعملها ازاي. البصل الاخضر هقطعه اهو، هقطعه كله بالاخضر اللي هو فيه ده. اهم حاجه الاخضر ده يا جماعه، الاخضر ده فيه ماده لزجه هي اللي بتقوي عضله القلب. ونقطعه قطع صغيره جدا اهي. طعمه كمان بيدي طعم وريحه وفايده كمان لصينيه السمك دي. قطعيه عادي بطريقه عشوائيه كده، يعني مش شرط يعني كبيره صغيره، عادي يعني كله بيتاكل كده تمام اهو. وطبعا ما تقطعيش وتركنيه علشان البصل ما يعملش ريحه معاكي. تقطعي وتروحي عامله الصينيه بتاعتك على طول. ما بتاخدش اي حاجه، يعني تخليها 10 دقايق ربع ساعه تكوني حطاها في الفرن وتخلص في ثواني. تعملي مثلا معاها شويه رز، تاكلي بعيش. بصراحه يعني احنا بنحاول نقلل الرز يعني على قد ما نقدر، فاحنا هنعمل معاها سلطات. هي اصلا معموله بالسلطه، يعني زي ما انتم شايفين كده البصل والطماطم والفلفل دي كلها طبعا مكونات سلطه. فممكن تعملي بقى جنبها شويه سلطه طحينه. حابه تعملي رز براحتك، اعملي شويه رز مثلا ببصل، رز احمر، الرز اللي بتحبيه مع السمك. كده تمام. كده الخلطه يا جماعه بصوا زي ما انتم شايفين الجمال والالوان والحاجات الحلوه دي. هنعمل ايه بقى؟ هنضيف عليها ايه؟ هنضيف عليها طبعا شويه كمون، معلقه كمون كده صغيره اهي. وهنضيف كمان على
على شويه الخلطه اللي احنا عاملينهم دي، اللي احنا هنتبل بيها السمك دلوقتي، معلقه كمون كمان اهي كده تمام. وهنضيف ملح برضو، الملح معلقه ملح صغيره اهي. نحاول يعني نقلل الملح عشان ما يبقاش حادق. بس كده بس انا حاطه شطه، بس هنحط حبه شطه حمراء ناشفه صغيرين خالص. صينيه السمك دي بصراحه لما بكون مشطشطه بتبقى حلوه جدا. تمام كده. وهنضيف كمان شويه زيت، بسم الله، شويه زيت كده صغيرين ما فتحتهاش، شويه زيت صغيرين، حوالي ربع كوبايه زيت كده اهي كده تمام. ونقلب ونحط بقى الليمون. طبعا هنضيف شويه ليمون تاني على الخلطه دي صغيرين، وباقي الليمون هنضيفه طبعا على الخلطه بتاعتنا. واقلب بقى كله مع بعضه. الريحه بقى ما اقولكوش يا جماعه، تحفه تحفه يعني تحفه اهي. هنجيب بقى الصينيه اللي احنا هنعمل فيها بتاعتنا القالب اهو، وهنفضي فيه شويه خليط من اللي احنا عاملينه في الارضيه كده. كل حاجه واضحه قدامكم كده اهي. ونقلب بقى الخلطه اللي احنا هنعمل بيها التوابل نتبل بيها السمك، الكمون والليمون على بعض تاني اهو. وابدا بقى اتبل السمك وارصه في الصينيه. سهل جدا وما بياخدش حاجه خالص خالص. تتبيلي كده تتبيله عاديه اهي، وترصيه جنب بعضه قطع قطع كده زي ما انت شايفه اهي. تملحي كويس عشان يبقى طعمه حلو. كله جنب بعضه كده اهو. كده يا جماعه زي ما انتم شايفين رصيت الطاجن قدامكم اهو، صينيه السمك. هنعمل ايه بقى؟ باقي الخليط طبعا هنضيفه على الوش، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. حاجه يعني واو يعني من الاخر، حاجه فاخر من الاخر. ما تنسوناش في اللايك يا جماعه. اللي وصل معايا طبعا احنا خلاص قربنا ننهي الفيديو، اللي وصل معايا لحد كده ما ينسوش اللايك فضلا وليس امرا كده. شايفين الجمال يا جماعه؟ ايه رايكم في الجمال ده بتاع صينيه السمك؟ تحفه تحفه تحفه، وريحتها تتاكل وهي نيه كده صراحه يعني اهي كده تمام. هنحط بقى شرايح الليمون برضو على الوش كده اهي. طبعا كل الكلام ده هحطه على البوتاجاز حوالي 5 دقايق، البوتاجاز من فوق، وبعد كده هدخله الفرن واطلعه واوريه لكم. ثواني كده اهي. ما تخافيش خالص من شرايح الليمون دي، مش هتمرر السمك نهائي، جميله جدا اهو زي ما انتم شايفين. ايه رايكم يا جماعه في الطاجن قبل ما يدخل الفرن؟ احنا هنحطه زي ما بقول لكم كده 5 دقايق بس على البوتاجاز من فوق، وبعد كده هدخله الفرن على درجه حراره 200، وبعد كده هوريكم السمك عامل ازاي. بكده يا جماعه خلاص خلصنا صينيه السمك بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، لسه طالعه من الفرن. شايفين المنظر؟ وسايبه فيها شويه ميه كده بتتغمس بقى بالعيش، بتبقى تحفه جدا، او بتتحط على الرز وانت بتاكله، حاجه فظيعه يعني وخطيره. ان شاء الله الطريقه بتاعت صينيه السمك دي تعجبكم جدا بالبصل الاخضر اللي احنا حاطينه. عايز تحطي بصل من التاني مع البصل الاخضر براحتك خالص، يعني كل ما تكتري البصل بيدي طعم جميل جدا برده، بيتشرب منه السمك وبيبقى حلو جدا. كمان في معلومه عايزه اقولها لكم. طبعا لما بتيجي تشتري السمك من عند بتاع السمك وكده، ممكن تنضفيه ساعات. طبعا لازم ترجعي تجيبي السمك تشطفيه، لو انت نضفتيه بره تجيبيه تشطفيه وتخليه زي الفل وتعينيه في الفريزر، اهم حاجه. لكن ما تجيبيش السمك ويكون ما تنضفش وتحطيه في الفريزر، او الفراخ نفس الشيء. جبت فراخ او سمك لازم تغسليها كويس جدا، وبعد كده تغسليها تصفى وتحطها في الاكياس بتاعتك عادي، وتشيليها متنضفه جاهزه. ووقت ما تيجي تطلعها تلاقيها جاهزه وكويسه معاكي على طول. ما تاخديش وقت وانت بتعمليها يعني. اتمنى يكون الفيديو بتاع النهارده بتاع صينيه السمك عجبكم. لو عجبكم طبعا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك
واللي مش مشترك عندي في القناه يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. مع السلامه.